السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بصحة. كل سنة وانتم طيبين. عاملين ايه؟ معاكم موني في المطبخ. هنعمل النهارده شوية مخلل مشكل كده، مخلل سريع. احنا هنجيب اللفت ونقطعه بأي شكل انت عايزاه، بالقطاعة دي بأي شكل انت حباه. هنجيبه ونقطعه بالسكينة على حسب الحجم اللي انت عايزاه، وبرده الكمية اللي انت عايزاها. بحط لها اغسلها كده، احط لها شوية ملح، واروح ايه سايباها تصفي المية دي. المية دي هي اللي بتتعب القولون وبتعمل ريحة وحشة في الايه، في المخلل. تمام. والجزر معانا، الجزر اهو قطعناه برضو. فلفل حامي وحراق، قرنبيط وخيار. وحاطين هنا حله فيها ميه بتغلي، سايبينها تغلي على النار. تمام. اول ما هتغلي هنطفي عليها تغلي بس، ونرجع لكم تاني. الميه بتاعتنا غليت، هنطفي البوتاجاز عليها وغليت وبقت ايه، حلوه قوي. هنعمل ايه بقى في الميه دي؟ هقول لكم دلوقتي. نجيب بس كوبايه. احنا هنا عايزين نعمل ايه للمخلل ده؟ زي ما نقول ملح. تمام. هنحط نص كوبايه خل ونقلب. احنا عندنا المخلل جزر وقرنبيط ولفت. هنبتدي بايه؟ بالحاجه اللي بتاخد ايه، سوا شويه، اللي هي الجزر. هنحط معلقتين ملح كبيره كده، حلوه محترمه. تمام. هنجيب كمان معلقه سكر. المكون بقى اللي يخلي المخلل بتاعنا زي المخلل البيف اللي احنا بنجيبه من السوبر ماركت، ربع ايه، نص معلقه شبه كده بالظبط. نقلب كويس قوي. انا بحب احط في المخلل شويه من حبه البركه. نحط كده معلقه كبيره من حبه البركه. نحط ايه تاني؟ نحط معلقه من البابريكا، بتديله لون احمر وحلو. تمام. يبقى احنا حطينا هنا في الميه بعد ما غليت ايه، بابريكا وحبه البركه ونص معلقه شبه، ونقلبهم كلهم كده. احنا عايزينها برضه واحنا بنقلب كده الميه تهدى شويه. حطينا الملح والسكر والخل. هنحط بقى ورقتين لوري. في المرحله دي عايزه تحطي شطه تدوبيها في الميه حطي، بس مش عايزه، عشان انا حاطه فلفل حامي. مش بيحبوا هم المخلل اللي عندنا حامي قوي. هنحط دلوقتي ايه، البنجر. انزلي كده بالبنجر. تمام كده. عندي بقى حاجه تانية هتخلي طعمه حلو قوي. ده الليمون المعصفر اللي احنا عاملينه. انا بحط الليمون وبعصفره وبخلله من غير ما احط نقطه ميه. الليمون بينزل ايه، العصير فيه. نحطها كلها كده كده. كده بقى المخلل بتاعنا بقى جاهز. ننزل بقى فيه الخضار اللي محتاج سوا شويه وهو سخن كده، اللي هو الجزر، الفلفل، اللفت بعد ما سيبناه تصفى من الميه بتاعته. اخر حاجه القرنبيط. مش هنحط الجزر دلوقتي خالص، احنا عايزين الحاجات اللي بتاخد سوا اكتر من ايه، من الخيار. اللي هي المكونات دي، اللي هي القرنبيط، الجزر، الفلفل، اللفت. حطيناهم كلهم مع بعضهم كده واديناهم تقليبه حلوه. هنغطيهم بقى عشان يحتفظ بالسخونيه اللي هي فيه.
هنسيبه لحد ما الميه تهدى شويه. بس سيبناه كده لحد ما الميه هدت شويه. بس هنعمل ايه دلوقتي؟ هننزل بالخيار. الخيار اخر حاجه، لان هو ما بياخدش سوا زي الجزر وزي الايه. وحاولي تقطعيه تخن شويه عشان ما يتهريش. هو المواد اللي احنا حطيناها اللي هي الشبه والسكر مش هيخلي المخلل يتهري ولا ايه يدبل مننا. تمام. حطي بقى لما الميه تهدى خالص تكوني نضفتي البرطمانات بتاعتك وعقمتيها وجهزتيها ان احنا نحط. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جهزنا البرطمانات بس انا حاطاه كده عشان ما ينقطش. تمام. وادي الحله. بصي ابتدى لونه يغير ازاي. عقبال اول يوم في رمضان ان شاء الله تفتحيه وتاكلي منه ويبقى جميل. مش هياخد معاكي يومين ان شاء الله. والميه بتاعته جميله. هعبي واجيلك. انا عبيته دلوقتي في البرطمانات. بسم الله ما شاء الله. بصي شكله ولونه عامل ازاي جميل. افتحي بقى البرطمانات وانا هغطي البرطمان ده كمان. افتحي البرطمان بقى واركنيها على يوم الخميس. النهارده لحد على يوم الخميس تقدري تاكلي منه وهيبقى جميل جدا. بصي الميه بتاعته زي الترش بتاع بره بالظبط. ما تنسيش تعملي شير واشتراك في القناه.